السلام عليكم خوتي خواتاتي، تنتمنى انكم تكونوا بخير. الفيديو ديال اليوم درتو خصيصا للناس اللي لقيت التعليقات ديالهم في الفيديو اللي لحت الاخراني ديال عضلات البيسيبس والزياده في الوزن، ولقيت اكثريا فيكم باغي البروغرام ديال الكتاف. واليوم غادي نوريكم من احسن البرامج اللي كنخدم بهم انا الكتاف. قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا بغيتكم تدخلوا دابا ديروا واحد لايك للفيديو وشي كومونتير، وما تنساوش الا بغيتوا شي برنامج اخر نعاود نصوروا لكم ديال اي عضله كيف ما كانت، ما عليكم الا تخليوها لي في الكومونتير شنو عضله اللي بغيتو نصورها لكم، وغادي ندخل وغادي نشوف لي كومونتير ديالكم، وغادي نشوف اكثر نسبه ديال الناس كومونطات على نفس البروغرام غادي نصوروا لكم ان شاء الله وغادي نحطوا لكم. ودابا غادي نخليكم مع هذه الحصه هذه، وبغيتكم تتبعوا معايا من الاول حتى الاخر لحقاش برنامج زوين وغادي يفيدكم وغادي يبدل لكم كتافكم بزاف. وقبل ما تبداو هذا التمرين هذا اللي كندير انا، حاولوا تسخنوا كتافكم مزيان. عاد تبداو اول تمرين اللي هو هذا، غادي نحاولوا نديروا فيه 4 ديال السيريات ديال 12، وحاولوا ما تكونوا خدامين. هبط يدك ومنين طلع زير عاد رجع، زير على كتافك الفوق عاد رجع، زير على كتافك الفوق عاد رجع. وهذا التمرين هذا كيستهدف عضله ديال الكتاف من الجناب، وحاولوا ما تكونوا خدامين، حاولوا تخدموا بلي زالتير ما يكونوش ثقال بزاف. ومن بعد كندوزو للتمرين الثاني اللي بلي زالتير، غنحاولوا نديرو حتى هو 4 ديال السيريات ديال 12. التمرين هذا اللي كنحاولوا نبلوكيو اليد ديالنا وكنحسبوا 10 بيد. منين كنساليو 10 بهاد اليد كنبلوكيو اليد الاخرى وكنحاولوا نهزوا اليد الاخرى حتى هي وكنحسبوا بها 10. هاد التمرين هذا اللي غادي تحسوا بالحريق في الكتاف ديالكم، ولكن غير صبروا لحقاش غادي تكون النتيجه زوينه بزاف. وهذا التمرين هذا الخوت الدور ديالو هو انه كيستهدف العضله ديال الكتاف الاماميه. ودابا غادي ندوزو للتمرين الثالث اللي هو الكتاف القدام. هاد التمرين هذا بحال اللي كنخدموا الكتاف في الماشين ليبر، غير هادي ماشين فيكس. غتحاولوا ديروا 4 ديال السيريات ديال 12، وكيف ما كتشوفوا غتحاولوا تهبطوا غير 90 درجه وكتطلعوا. منين كتطلعوا كتزيروا على الكتاف ديالكم وعاد كتهبطوا، كتطلع كتزير على الكتاف ديالك عاد كتهبط. وهذا التمرين هذا الدور ديالو هو انه كيستهدف العضله الاماميه ديال الكتاف، وهذا التمرين مهم بزاف. نبغيكم الخوت تبقاو تركزوا عليه ديما، ولحقاش كيعطي واحد الجماليه للعضله ديال الكتاف القدام. ودابا غادي ندوزو للتمرين الرابع اللي كيف ما كتشوفوا. هاد التمرين هذا غنحاولوا نخدموا بلي زالتير اللي كيستهدف العضله الاماميه والعضله ديال الجنب ديال الكتاف. غتحاولوا ديروا 4 ديال السيريات ديال 12، وتحاولوا نتوما خدامين. اهم حاجه هي انكم تركزوا في الخدمه ديالكم، لحقاش هاد التمرين هذا كيبغي التركيز بزاف الخوت.
واهم حاجه بغيت نقولها لكم وانتم خدامين هذا التمرين هذا هو انكم تتكاو على كرسي اللي يكون واقف. وكيف ما كتشوفوا كنحاول نطلع بلي زالتير، ملي كنجيبهم من القدام ديال الكتاف ديالي وكندور وكنعاود نقلب الفوق، وهكا غادي تكونوا كتخدموا التمرين مزيان. ودابا خوتي غادي ندوزو للتمرين الخامس. هذا التمرين هذا اللي كيستهدف العضله ديال الكتاف الخلفيه. غنحاولوا نديروا 4 ديال السيريات ديال 12، يا اما نخدموه هكا بالكابل يا اما لي زالتير اولا كاينه ماشين اللي كتخدم الكتاف ديال اللور. المهم هو انكم تركزوا في الخدمه ديالكم، لحقاش الاغلبيه ديال الناس كيحاولوا ينساو هذا التمرين هذا ولا ما كيعطيوهش حقه، وكتلقى الاكثرين عندهم نقص في العضله ديال الكتاف اللور. ودابا غادي ندوزو نخدموا اخر تمرين اللي عندنا اللي هو الترابيس. هذا التمرين هذا اللي غنحاولوا نديروا فيه 4 ديال السيريات ديال 20. الطريقه هي انكم كترخيو يديكم لتحت ومن كتطلعوا كتزيرو. الاغلبيه ديال الناس كيلقاو مشكل في هذا التمرين. هذا تمرين ساهل، هي انك كترخي يديك لتحت ومن كتطلع كتزير بلي زيبول، كترخي يديك لتحت ومن كتطلع كتزير. فوالا خواتاتي من بعد ما ساليت الحصه انا دابا جيت للدار. كنتمنى ان هاد الحصه ديال اللي صورت لكم اليوم تكونوا استفدتوا منها. هاد البروغرام هذا لا بالنسبه للدراري ولا بالنسبه للبنات يطبق عليهم، برنامج زويون. حاولوا تتبعوه واحد المده ديال شهر وغادي تشوفوا الفرق في الكتاف ديالكم، لا بالنسبه للعضله الاماميه ولا في الجنب ولا حتى باللور. المده ديال شهر وغادي تلقاو واحد الفرق كبير كيف كنتو وكيف وليتو. المهم الخوت دابا نوريكم الوجبه اللي قاديت ديال الغداء اللي هي هذه. هنايا لي باط، درت لي باط وصدر ديال الدجاج. هذا الفرماج من هنايا دايب مع شويه ديال البصله، وقديت هاد العصير، وقديت هاد السلطه فروي اللي فيها الليمون والفريز والبنان مقطع. هذه هي الوجبه ديالي ديال اليوم. المهم اخوتي حتى لهنا غادي يكون سالا الفيديو. ما تنساوش لايك ديالكم والكومونتير ديالكم. الانستغرام ديالي اللي هو هذا عماد حسناوي. مرحبا بكم كاملين، الا خصاتكم اي حاجه مرحبا ها هو. يلا خوتي خواتاتي تهلاو لي فراسكم بزاف كيف ديما، حتى شي فيديو جاي ان شاء الله ولا شي فلوق ونشوف. بيس.